الآن أنا سؤالي، إذا أنكر هذا القول على أحمد بن حنبل سماحة الشيخ الفاضل الشيخ خالد، ورد عندكم هذا القول، ولا أرجو منك لا تذهب بلعبة الأسانيد وهذه الأقوال، ورد عندكم عن أحمد بن حنبل هذا العالم صاحب المسند يقول: من لم يثبت الإمامة لعلي بن أبي طالب فحمار أهله أفقه منه. ماذا ترد عن هذا الإمام؟ هذا ليس قول الشيخ أحمد ولا قول الشيعة، إنما قول أحمد بن حنبل، وحينما طعن به من طعن. فالآن يكفينا بهذا النص الوارد من علم من أعلام أهل السنة وهو أحمد بن حنبل، يقول: الذي لا يثبت الإمامة لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه فإن حمار أهله أفقه منه. لماذا؟ لأن الدلائل والشواهد كافية. فالآن وصاية علي بن أبي طالب ووصاية رسول الله، من وصي من؟ الإمامة العظمى قلنا ليلة البارحة هي لرسول الله صلوات الله عليه وآله، والإمامة التي جعلها الله في إبراهيم خاصة، والخلافة التي جعلها الله في محمد وآل محمد أيضا خاصة، ولكن هناك خلافة عامة وهناك خلافة. شكرا شيخ أحمد البهادلي، انتهى الوقت. اتفضل شيخ خالد، معك الوقت الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الشيخ أحمد يقول: نحن أتيناهم بالنص ولم يأتي بأي نص، لازلنا نحن في محاورة في النص. يقول: لم يقبل، لو خيرت بين شخص منصوص عليه وشخص اختاره الناس، من تختار؟ هو لو ثبت النص من الله سنختار المنصوص عليه لا شك به، لكن لم يثبت عندنا، وإنما أتينا بك أصلا من أجل نسألك ونناقشك في النص هذا. أمس سألته: هل النص الوارد في تثبيت إمامة الأئمة الاثنى عشر هو وارد من طريق المرتدين أم من طريق الأئمة أنفسهم أم من طريق غيرهم من طريق ثالث؟ قال: لا، هو وارد من طريق المرتدين الفاسقة. إذن معناه أنه يثبت أصول الدين بطريق الفاسقين. إذن بطلت حاجة الناس إلى المعصوم، لأن الشيعة إنما قالوا بالحاجة إلى المعصوم لينقل لهم الدين، فإذا كان أصول الدين هو منقول من طريق الفاسقين باعتراف الشيخ أحمد البهادلي، إذن بطلت الحاجة إلى المعصوم في نقل الدين. أمس استدل بقول الله: وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وما أدري ماذا أورد هذه الآية من أجل ماذا. قال: لأن الميت يرى بعد موته، النبي يرى بعد موته. إذا كان أورد هذه الآية للاستدلال بها على تثبيت الإمامة، معناه أن النبي يكفي، ما دام أنه يرى بعد موته، فالذي يرى بعد موته هو إمام، ولا حاجة إلى 12 إمام. أيضا قال أحمد بن حنبل يقول: من لم يربع. هل يا شيخ أحمد البهادلي، هل أحمد بن حنبل يرى أن إمامة علي بالنص بعد النبي مباشرة؟ تفضل. تفضل انت اكمل وقتك وانا اتدخل. انا اسال سؤال من وقت الان: هل احمد بن حنبل يرى ان امامه علي بن ابي طالب، هذا الذي يقول من لم يرى يثبت امامه علي، هل يرى احمد بن حنبل نفسه على ان امامه علي بالنص بعد رسول الله؟ نعم، والدليل حاربوه واخرجوه. خلاص نعم يعني نعم يكفي الى هنا. يكفي الى هنا. اذا كان احمد بن هادي يقول على ان احمد بن حنبل يرى ان علي بن ابي طالب هو الامام بعد النبي مباشره، يلزم ان احمد بن حنبل شيعي، وانه لا يؤمن بخلافه ابي بكر الصديق، ويؤمن ان الامامه هي بالنص، وان الصحابه اغتصبوا الخلافه. اذا وصلنا الى هذا الحد من المغالطه والقول على الائمه اهل السنه ما لم يقولوا، هذا كلام خلاص انتهى الموضوع، يعني الى هذا الحد لا يمكن. انا عندي سؤال اخر، وهو: هل يونس الذي قلت امس ليس اماما، هل هو نبي معصوم؟ تفضل سريعا. انت اقررت بهذا، مو انا. لا، كل المسلمين يقرون بهذا. انا اسالك انت ما دام انك نفيت الامامه، هل يونس هل تقرب سؤال: هل ترى انه نبي معصوم؟ اسمع. شكرا. طيب خلاص يا شيخ خالد، خلينا نروح له بالاجابه. اتفضل يا سيد بهادلي. وقال لا احترم شويه عن الاحترام. اهدى بس يا سيد بهادلي، اهدى بس اعصابك. احنا في نقاش علمي، مش عصبيه ولا في خناقه. احنا اتفضل. احنا في خناقه علي بن ابي طالب، يعني راحوا للسابقين فشو يسوون؟ مو خناقه؟ اهدى بس، اهدى. صلى على محمد وآل محمد. اهدى. لا ما فعلوا